في الأحداث اللي فاتت معانا كنا وصلنا لعند الملعون واللي كان قدر إن هو يقتل فريق وانج بكل سهولة. ساعتها بطلنا فينج كان قبله، ولكن كان قرر إن هو ما يقتلوش دلوقتي لأن ما عندهوش أماكن في المخزن عشان يخزن العناصر اللي هياخدها منه، فللسبب ده هو كان قرر يبيع العناصر اللي معاه الأول ويرجع للوحش تاني. بس لما راح عشان يعمل كده فهو كان قابل ليزي واللي كانت بتطلب منه إن هو لازم ينضم ليها وهتكافئه بشكل كبير، ولكن فينج طبعا ما كانش عاوز حاجة زي دي وكان هدد ليزي انها لو كلمته تاني هيخلص عليها. فبتخاف ليزي من كلامه وبتهرب فعلا وبتقول له انت اعمل حسابك ان انا هقتلك في العالم الحقيقي لو شفتك. وغير كده فكنا شفنا ان ليزي بتتحد مع واحد اسمه ماو عشان يساعدها في الوصول للمستوى الثالث بدل فينج. اما فينج نفسه بقى فلما بيخلص البيع بيرجع مرة تانية لعند الملعون عشان يواجهه، ولما بيوصل بيضربه بسهم السم وبيستخدم برضه مهارة التلاشي. بيتعصب الملعون جامد من ده وبنشوفه بيجمع كرة طاقة مرعبة جدا عشان يهاجم بيها. بيصرخ الملعون جامد وبنلاقي الكرة دي بيطلع منها طاقة في كل مكان حرفيا شبه المطر. الطاقة دي بتكون رهيبة لدرجة انها بتدمر كل حاجة بتلمسها. لحسن الحظ بقى فينج بيبقى نط ورجع لورا بسرعة لانه كان عارف اصلا ان الملعون وحش ساحر والهجمات بتاعته تعتبر واسعة المجال، وان اي هجوم بسيط حتى لو جه فينج من الملعون فهيقدر ان هو يقتله فورا. في الاثناء دي الملعون بيلمح فينج فبيجهز كرة طاقة تانية وبيتحرك ورا فينج عشان يخلص عليه برضه. بس بسرعة فينج مش بيفكر وبيهرب وبيقرر ان اول ما فترة تهدئة التلاشي تخلص ان هو يستخدمها على طول. وفعلا بيحصل كده وفينج بيستخدمها فالملعون بيقف لثواني ومش بيكون عارف يتحرك فين. فينج نفسه بقى بيكون متحرك بسرعة رهيبة مع السهم بتاعه وبيقول ان ده هو الوقت المناسب ان انا استخدم فيه السهم، فبيحدف سهم السم ده في نص راس الملعون حرفيا عشان يضمن الاصابة باكبر قدر ممكن. بيتصاب الملعون وبيبدأ ان هو يصرخ وحتى بينزف، وبعدها تأثير السم زي ما احنا عارفين بيقلل صحته اكتر بالتدريج. وساعتها بنشوف الملعون ده بيخرج صوت بيدل على الخوف وفجأة بيبدأ ان هو يجري. بيبص فينج عليه وبيقول من الواضح ان هو فكر يهرب دلوقتي عشان قرب يموت خلاص. فبيفرح فينج لان فكرة ان هو يهرب منه وعدم المقاومة يعتبر اسهل بكتير جدا من انه كان يقاتله. وفي لمح البصر بينطلق وبينزل بالخنجر بتاعه على راس الملعون وبيقدر يوقعه ميت على الارض تماما. وبسبب كده بقى فبطلنا فينج بيحصل على 1800 نقطة خبرة وكمان 4 تطور و124 يوم قابلين للتداول، ومستواه بيزيد برضه وبيوصل لحد المستوى الخامس. التطور ده بيكون رهيب جدا لدرجة ان فينج مش بيبقى مصدقه، وكمان بيزود عليه وبيستخدم مهارة اليد الجشعة فبيزداد 4 نقط تطور كمان و124 يوم برضه زيادة. بيندهش فينج لان المكافآت بتاعته تعتبر تضاعفت، وكمان التأثير الإضافي لليد هنا بيتفاعل وفي عنصر من الغنائم بيتطور لحد الرتبة الذهبية. بيعجب فينج بالعنصر الذهبي ده وبرضه بيعجب بمهارة اليد الجشعة أكتر. وبالإضافة للعنصر الذهبي فبيلاقي 8 عناصر موجودين وبيتمنى يلاقي فيهم خاتم تخزين لأن مش معاه غير 10 أماكن بس للتخزين. بيتغير معانا المشهد هنا بقى وبنرجع مرة تانية للمدينة وبنلاقي إن ليه بتبقى لسه راجعة وتعبانة جدا وبتقول أنا مش مصدقة إن أنا أخيرا رجعت عايشة من المكان. بعدها باقي الفريق بيجوا برضه وبيقعدوا يشكروا وانج عشان بسببه قدروا ان هم يوصلوا للمستوى الثالث ورجعوا بامان من غير ما يتصابوا. فوانج بيرد عليهم وبيقول لهم مش لازم تشكروني لان ده حصل بسبب تعاوننا كلنا مع بعض. بتفكر ليه شويه هنا وبتقول انا كان نفسي ان انا اضيف فينج معايا في الفريق. فصاحبها بيرد عليها وبيقول لها انت لو كان معاكي بس معدات كويسه كان ممكن فينج قبل ان هو ينضاف لفريقك. وفي اللحظه دي بقى قائمه المتصدرين كالعاده بتبدا ان هي تتحدث معانا، وطبعا زي ما احنا عارفين فالمركز الاول بيبقى الحاكم الظل واللي هو بطلنا فينج يعني، وتاني فبيبقى برضه الوانج. وساعتها الكل بيتفاجئوا لما بينتبهوا لحاجه وهي ان فينج دلوقتي وصل لحد المستوى الخامس، فبيتعجبوا جدا وبيسالوا بعض ازاي قدر ان هو يترقى مستويين بالسرعه الرهيبه دي. وحرفيا مفيش حد بيكون مش مصدوم، اعضاء فريق وانج حتى مش بيكونوا مصدقين وبيقولوا احنا كده الفجوه اللي ما بيننا وما بين فينج تعتبر زادت اكتر واكتر. بيهدي وانج اصحابه وبيقول لهم كبروا دماغكم وارجعوا دلوقتي للعالم الحقيقي عشان تعرفوا اهلكم موضوع اللعبه الملعونه دي عشان برضه ما يتفاجئوش لما يدخلوها. بيسمع الجميع الكلام فبيسجلوا خروجهم وبنلاقي ان اجسامهم بتطلع ضوء وبيختفوا. وانج بيكون طلع برضه فبيفوق وهو في العالم الحقيقي وبيمسك راسه لانها بتبقى وجعاه جدا. وقتها اصحاب وانج كلهم بيفرحوا من ان وانج فاق وبيقولوا يبلغوا القائد حالا بالخبر ده. وبعدها كلهم بيقعدوا يسالوا وانج عن صحته اذا كان كويس ولا ايه. فوانج بيرد عليهم وبيطلب منهم
كلهم يتجمعوا عشان عنده شوية معلومات كده لازم يعرفها لهم. بنفهم من الموقف ده ان وانج اساسا يبقى شرطي، وبيبدأ بقى ان هو يحكي كل حاجة عن اللعبة من ساعة ما دخل، وبيعرف القائد ان واحد اسمه فينج انقذه وهو الوحيد اللي وصل للمستوى الخامس. بيسمع القائد الكلام وبيقول له ان ده معناه يبقى حاكم الظل اللي بتتكلم عنه هو افضل لاعب في العالم، وبيسأل باستغراب ازاي اساسا قدر ان هو يوصل لمستوى شبه كده. بيرد وانج عليه وبيقول له ممكن يكون فينج قدر يقتل زعيم في اللعبة، بس ساعتها واحد تاني بيتدخل وبيسأل ليه حاكم الظل ما خرجش من اللعبة طالما هو كان تخطى المستوى الثالث اصلا. بيرد وانج وبيقول شكل حاكم الظل ده مش همه اي حد وما عندوش عيلة، وعشان كده حب ان هو يفضل في اللعبة اكتر. وهنا في شرطية بتتدخل وبتعرض فكرة ان فينج اساسا متحول لانه يتيم وكمان بيتطور بسرعة مختلفة عن الباقي. بس ساعتها الشرطية دي بتلاحظ الصدمة على وشوش كل اللي قدامها، فبتسأل لو كان معاها حق ولا ايه. بيرد القائد عليها وهو متضايق وبيقول لها يا ريت تبطلي قراءة في الروايات الخيالية بتاعتك دي. وبعدها بيعرف الجميع ان كلام وانج ده يعتبر مطابق لكلام كبار المسؤولين، وكمان بيكمل كلامه وبيقول انا عرفت برضو ان في حالات موت حصلت في الحقيقة، والحالات دي فكانت حصلت بسبب ان اللاعبين اللي في اللعبة كانوا ماتوا اكتر من مرة لحد ما ماتوا بالكامل في الحقيقة. وبيفهم الكل باختصار يعني ان اللي بيوصل للعمر صفر في اللعبة فده معناه ان هو هيموت في الحقيقة بشكل كامل. الكل هنا بيبقى مستغرب، والقائد بيقول ان شكل ده نوع من انواع الغزو الغير معروف. بيرجع القائد يتكلم وبيقول خلاص كبار المسؤولين امروا بتكوين فرق عشان يعملوا استطلاع ويجمعوا معلومات اكتر عن اللعبة باسرع وقت ممكن، لان ده طبعا حدث عالمي وما ينفعش ان احنا نتاخر اكتر من كده. وبيعين ساعتها ان يو هتكون هي قائدة للفريق الاول في حين ان وانج هيبقى هو النائب، وبيطلب منهم يختاروا الاعضاء بقى براحتهم حالا. بيسمع الاتنين الكلام وبيوافقوا، والقائد بيقترح عليهم ان هم يحاولوا يكونوا صداقة مع اللي اسمه حاكم الظل ده لان شكله مش شرير يعني. وبيطلب من يو ان هي تحاول تعرف هويته الحقيقية يبقى مين بالظبط، وبعدها القائد بيأمر الباقي ان هم يحافظوا على استقرار الاوضاع عشان ما يحصلش فوضى. المشهد بيتغير معانا هنا وبنروح لعند مدرسة شياو، وبنشوف صحابها وهم بيتكلموا عن المعلومات اللي عرفوها من صاحبهم تشانج واللي قالها لهم اول ما فاق. شياو مش بتبقى مهتمة تماما وبتمسك الموبايل بتاعها وهي مستغربة لان فينج ما كلمهاش واعتذر حتى على اللي حصل ولا حتى اطمن عليها، وبتفتكر ان دايما فينج كان بيصالحها لما بيحصل حاجة، ولكن المرة دي هو ضربها بشكل غريب وسابها من غير ما يصالحها، فعشان كده بتتضايق لان كل اللي عملته بس انها راحت تحضر حفلة لسونج، وبتقول انا كده مستحيل اسامح فينج مهما حصل في المستقبل. بس عموما شياو بتكون مبسوطة لانها كانت شافت سونج امبارح، وده معناه ان اكيد بسبب اللعبة الحفلات بتاعت سونج ده هتقل. وبتفتكر سونج قبل كده لما كان بيبعت لها قبلة على الهوا، فشياو بتفرح وبتدمع من الفرحة وبتقول ان سونج وحشها جدا. بعد كده شياو بتاخد بعضها وبتروح، وبيجي لها فكرة وقتها وهي ان كده كده الجميع بيدخلوا اللعبة لما بيناموا، فده معناه ان اكيد سونج هيدخل اللعبة برضه وممكن يكونوا فريق مع بعض فيها. وفورا شياو بتروح تغير وبتقرر انها تكلم تشانج لانه وصل للمستوى الثالث واكيد معلوماته يعني هتساعدها بشكل كبير. تشانج في الوقت ده بيلاقي رسالة فعلا من شياو اللي بتبقى بتسأله عن الاستراتيجيات بتاعة اللعبة. اصحاب تشانج بيتفاجئوا من الرسالة، وتشانج نفسه بيكون فرحان لانه اخيرا هيحقق حلمه وهيقرب من شياو اكتر. وبشكل مباشر تشانج بكل حماس بينصحها انها تحط نقط السمات بتاعتها في الحركة الاول عشان تقدر تهرب من هجمات الوحوش اللي موجودة، وبيطمنها كده كده ان هو لما يدخل اللعبة هيساعدها عشان ما يحصل لهاش اي حاجة. بتنبسط شياو جامد وبتقرر انها تستغل تشانج دايما عشان تتطور بشكل اسرع، وبعدها بتروح تنام وبتقول لنفسها انا هتخطى فينج لانه اكيد ما اتطورش يعني، وهخليه يتخلى عن الغرور اللي عنده ده. خلونا نرجع مرة تانية لفينج نفسه بقى، واللي بيبقى واقف قدام العناصر، والعنصر الذهبي بالتحديد بيطلع خاتم بيقدر ان هو يزود كل السمات بتاعه فينج 8 نقط، وبرضه هو بيزود مقاومة عنصر الظلام وبيزود ضرر الهجوم على نقط الضعف. بيفرح فينج بالخاتم وبيقول ان هو هيبقى مفيد جدا معاه. بعد كده فينج بيلاقي ان هو بقى عنده ضربة الظل الفورية، والضربة دي فتعتبر هجوم لكنه بيبقى في اتجاه واحد، بس بالرغم من كده فهو بيصيب كل الاعداء لو كانوا على نفس الخط وعلى مسافة 15 متر، وبرضه هو يقدر ينقل فينج المسافة دي بشكل فوري على طول. بيعجب فينج برضه بالمهارة وبيتعلمها فورا، وبعدها بيطور مهارة اليد الجشع عنده ب8 نقط، وبسبب ان اليد اتطورت فكده فرصة الحصول على غنائم اضافية بالنسبة لفينج بتزيد لحد 220%، ونسبة زيادة رتبة عنصر عنده بتزيد ل 40%.
بيفكر فينج في اللي هيحصل وبيقول انا كده لو قتلت وحش كمان شويه فانا هحصل على غنائم 3 وحوش مره واحده. وبعد كده فينج بيستخدم باقي نقط التطور بتاعته على ضربه الظل، فبنلاقي ان هو بيطورها ل3 مستويات، وبسبب التطور طبعا فكل تاثيرات المهاره بتزيد بشكل كبير جدا، ووقت التهدئه بيفضل ثابت على حوالي 11 ثانيه. بيقول فينج ان عن طريق المهاره دي بقى ومهاره التلاشي برضه هيبقى تقريبا مختفي بشكل لا نهائي ومحدش هيقدر يوصل له. بيلاحظ فينج هنا ان باقي العناصر اللي موجوده يعتبر ملهاش اي لازمه، لكن مهاره الزئير ممكن تتباع بسعر كويس جدا. وفي الوقت ده فينج بيبدا ان هو يتحرك تحت المطر، ولكنه بيتفاجأ بصوت وحش موجود، فبيلف فينج وبيبص حواليه وبيلاقي وحوش زاحفه بتهاجمه. بيقرر فينج ان هو يستخدم ضربه الظل عليهم، وعلى طول فعلا بينفذ الهجوم واللي بيتحول لشعاع ضوئي قاطع، وساعتها بيعدي من وسط الوحوش دول وبيقطعهم تماما، وبيكرر الهجوم برضه لحد ما الوحوش دي بتتحول لاشلاء. وبسبب كده بقى ففينج بيحصل على 80 نقطه خبره و5 ايام متداوله. بيتحمس فينج جامد وجسمه بيتم احاطه بالكامل بالظلال، وبيقول لنفسه انا خلاص بقيت اقوى ومحتاج سهمين سم بس لقتل الوحوش دول، وده كده هيقلل من وقت القتال وهيمنع برضه تجمع الوحوش ناحيتي. بيقرر فينج برضه ان هو بعدين هيبقى يبيع كل الحاجات اللي مش محتاجها عشان لما يوصل للمستوى العاشر يعرف يجلب المهارات بتاعته ومعداته للعالم الحقيقي بره اللعبة. بعد كده فينج بيمشي وبيكون مستخدم التلاشي، وفجأة بيسمع صوت ناس حواليه، والناس دول فبيبقى ماو، واللي بيعرف ليزي ان هو خلاها توصل للمستوى الثالث خلاص ومحتاج فلوسه حالا. بتديله ليزي رقمها وبتقول له ابقى كلمني، وبتعرض عليه ان هو يديلها عمره للتداول مقابل 10,000 لكل يوم. بيفرح ماو جدا وبيقول على فينج ان هو كان غبي عشان ساب حد كريم شبه ليزي كده وما اتفقش معاه وما اخدش فلوس، وبيبقى شايف نفسه عبقري لانه اساسا ما صرفش عشان يجمع عمره ده، ودلوقتي هو هيبيعه ليزي بمبالغ كبيره. على الجهه التانيه بقى فينج بيمشي من المكان وبيرجع للمدينه وبيفعل هناك تشكيل الانتقال الآني، وساعتها فاللعبه بتهنيه على تفعيل التشكيل ده، ولكن لازم يتفعل تشكيل تاني عشان فينج يقدر ينتقل من هنا. بيفكر فينج شويه وبيتذكر ان التشكيل المبتدئ بيحتاج اساسا لتشكيل يبقى مفعل في مكان الوجهه نفسها، وبيفتكر في حياته السابقه ان سونج هو اللي كان فعل التشكيل ده في مدينه فاير فلاي، وعشان كده فينج بيتحرك وبيقول لنفسه انا محتاج دلوقتي اروح للمدينه التانيه دي عشان اقدر اوصل للمستوى العاشر باسرع وقت ممكن، وكمان اوصل للعالم السماوي المهجور. ولما اوصل للعالم ده بقى فوقتها هتبدا لعبه الحكام الحقيقيه بالنسبه لي. ما بيضيعش فينج وقت لانه بيقعد على طول وبيعلن عن بيع كل العناصر اللي معاه، وفي الاثناء دي كل اللاعبين اساسا بيتفاجئوا برجوع حاكم الظل، وكلهم بيكونوا بيتخانقوا عشان يوصلوا له الاول بحيث ان هم يشتروا منه العناصر المدهشه اسرع. وبالفعل في واحد منهم بيلحق يوصل الاول وهو اللي بيشتري زائر المعركه مقابل 300 يوم للتداول. من بعدها الجميع بقى بيبداوا يشتروا كل العناصر، ففينج بيفرح عشان هو باع كل حاجه في خلال ثواني مقابل 650 يوم بس. وبالرغم من كده هو بيبقى شايف ان ده لسه قليل بالنسبه له، وساعتها اللي ملحقوش يشتروا بقى العناصر اللي خلصت دي بيزعلوا جامد. وفجاه اللي اسمها لي بتيجي وبتكلم فينج وبتقول له على فكره انا معايا كنز، وبتعرضه عليه، والكنز ده بيبقى خاتم الفضاء واللي بيكون فيه 12 مساحه تخزين. بيندهش فينج لما بيشوفه لانه بيبقى كنز رهيب فعلا، خصوصا ان مش بيتم اعتباره شنطه تخزين، وده معناه يعني ان هو يقدر يعتبره شنطه زياده فوق الحد الاقصى للشنط الثلاثه المسموح بيهم باللعبه. وعلى طول مش بيستنى فعلا وبيسال على سعره. بترد ليه وبتقول له انا مش هبيعه لك بعمره ولا حاجه، لكني عاوزه منك تضيفني كصديقه في اللعبه وتساعدني في ان انا اقتل زعيم. بيوافق فينج بكل بساطه وبيروح ضيفها في اللعبه، وبعدها بيروح سائلها على الزعيم اللي تقصده ده وعلى اسمه. بترد عليه ليه وبتعرفه ان هو زعيم من الرتبه الذهبيه، وللاسف هي ما تعرفش اسمه دلوقتي، بس بتوصفه ان هو راكب مركب ممزقه في المستنقع. فينج بيتفاجئ من الوصف لانه بيخمن ان شكل ده كده هو سفينه الشبح الذهبيه، وبيبقى عارف ان ده يعتبر زعيم خاص ونادر ودايما بيسقط معدات نادره منه. وحرفيا في الحياه السابقه كانت بتحصل حروب ما بين النقابات عشان بس يستولوا على السفينه بتاعه الزعيم ده. بيركز فينج على ليه اكتر وبينتبه ان هي معاها خاتم الفضاء وكمان تبقى عضوه في فريق وانج، وغير كده فقدرت ان هي تلاقي السفينه الذهبيه. فللاسباب دي كلها فينج بيبقى حاسس ان ليه ممكن يبقى معاها سمكه الحظ او حاجه، وعشان يتاكد فبيروح سائلها وبيقول لها انت لقيتي الزعيم ده ازاي؟ بترد عليه ليه وبتقول له انا كنت بتمشى عادي لوحدي خالص واتفاجئت بالزعيم موجود قدامي اساسا. بيتاكد فينج بقى ان هي معاها سمكه الحظ، وبيقول الاشاعات اللي كانت بتطلع ان السمكه دي موجوده مع حد طلعت حقيقيه دلوقتي. بتنتهي
بتنتبه ليه هنا ان فينج مركز معاها، فبتتحرك شويه وبتقول له هو في ايه. بيرد فينج وبيقول لها مفيش اي حاجه، وبياخدها وبيخرجوا من المدينه. وساعتها بنلاقي في لاعب مراقب فينج وتحركاته، وبعد كده اللاعب ده بيجري للزعيم بتاعه وبيعرفه ان فينج واخد واحده اسمها لي دلوقتي وماشيين مع بعض. بيوقف الزعيم ساعتها كلامه مع اتباعه وبيقول اتضح في الاخر ان فينج مجرد شاب وما قدرش يرفض طلب بنت جميله زي لي كده، وعشان كده فاحنا لازم نقتله حالا. خلونا نرجع احنا مره تانية بقى لعند بطلنا، واللي بيتكلم مع لي وبيقول لها انا لما اقتل الزعيم فانا هديك عناصر الصحراء وهاخد الباقي. بتعترض لي لانها بتكون في الاصل عاوزه تدي لفريقها الغنائم، لكن فينج بيعرفها ان تعبه ما ينفعش يكون بدون اي فايده كده. فبتقتنع لي وبتوافق على العرض ده، بس بتطلب من فينج ان هو يبيع العناصر اللي هيحصل عليها لفريقها بس وبسعر قليل كمان. بعد كده بتخش لي في الموضوع وبتقول لفينج هو احنا رايحين فين دلوقتي. ففينج بيستغرب وبيقول لها احنا رايحين زي ما انت قلتي لسفينه الشبح. بتقف لي مرعوبه لما بتسمع الكلام ده وبتسكت لثواني، وبتقول لفينج بس انت قاتل وبتقدر تختفي فهتعرف تواجه الشبح، لكن انا ضعيفه ومش هعرف اعمل اي حاجه. بيطمنها فينج وبيقول لها انا كده كده مش محتاج المساعده بتاعتك، وبعدها بيمشوا هما الاتنين مع بعض. بس لي برضه بتفضل مرعوبه زي ما هي. فينج فعلا بيكون شايف ان الزعيم ده قوي وممكن حتى يخسر منه عادي، لكنه ما بيحطش في باله كتير وبيكمل. وبعد كده هو بيحس بحاجه غريبه وفجاه بيختفي من المكان. بتتفاجئ لي باللي حصل ده وبتستغرب وبتبدا ان هي تتحرك عشان تدور وبتنده على فينج. وفي اللحظه دي بنشوف فرد من العصابه اللي كانوا ظهروا من شويه بيتكلم وبيقول ان فينج دلوقتي اختفى. فالزعيم بيقعد يضحك وبيقول ان فينج تخلى عن البنت بمجرد ما حس بالخطر، وبيعرف اللي معاه ان هم دلوقتي هيتسلوا على البنت شويه. وفعلا كلهم بيتحركوا وبيكونوا فرحانين جدا. في الوقت ده بقى فينج بيكون واقف قدام العصابه اصلا وهو مختفي، بس لما الظل بتاعه بيبان شويه افراد العصابه بيستغربوا. وفي نفس اللحظه فينج مش بيستنى وبيستخدم مهاره ضربه الظل، وحرفيا هو بينطلق زي الضوء القاطع وبيقتل كل افراد العصابه دول في ثواني، وبيحصل على 12 يوم تداول بسبب كده. بيتضايق فينج من الجوائز دي وبيقول على افراد العصابه ان هم ضعاف جدا وما فادوهوش باي حاجه. وبعد كده بيرجع مره تانية لعند لي، فلي بتبقى مستغربه اساسا وبتقول له هو انت رحت فين. بيمشي فينج معاها وبيقول لها ما تشيليش هم، ده كان في عصابه بس بتراقبنا من شويه وانا كنت قتلتهم يعني. بتفرح ليه جدا وبتقعد تمدح في الاختفاء اللي عند فينج وبتتكلم كتير قوي عليه، بس فينج تقريبا بيكون مصدع منها فبيطلب منها انها تسكت شويه وتوديه بس لمكان الزعيم بسرعه. بنرجع مره تانية للمدينه وبنلاقي ان شياو اخيرا بتدخل اللعبه، فبيجي لها عصايه سحريه وده اللي بيخليها تندهش جدا. وبتقول انا حاسه ان كل حاجه في اللعبه دي كانها حقيقيه بالظبط، فاللاعبين لما بيشوفوها بيعرفوا ان هي جديده على اللعبه. بتبص شياو في معلوماتها وبتنتبه ان المهنه بتاعتها مخفيه وهي مهنه التضحيه، فبتستنتج ان هي غالبا كده قويه وبتبدا بقى تفكر في سونج كالعاده. بس بعدها بتتضايق لان اخوها فينج مش معبرها اساسا، لكنها مش بتهتم يعني لان مهنتها خفيه وتشانج وعدها بانه هيساعدها. في الوقت ده بقى شياو بتبص على لوحه المتصدرين وبتتفاجئ ان حاكم الظل هو اللي في المركز الاول ومستواه يبقى المستوى السادس. فبتقول لنفسها لما بتشوف كده من الواضح ان تشانج كان بيتباهى بقوته بس قدامي وخلاص، وبتقرر الاحسن ان هي تدور على حاكم الظل ده عشان يساعدها لانه افضل واحد ممكن يخليها تتطور. في نفس الوقت ده برضو على الجهه التانيه وانج بيتكلم وبيقول انه مش عارف يتواصل مع المعالج، وبعدها بيسال هيعملوا ايه دلوقتي. اصحابه مش بيكونوا قادرين وبيقولوا ان هم محتاجين معالج بدل ما يموتوا، وبيفكروا يدور على معالج جديد احسن وخلاص. وفي الوقت ده هم بيسمعوا بحد بيكلمهم فبيلفوا وبيلاقوا ان دي يبقى هي شياو واللي بترحب بيهم وبتعرفهم بمهنتها. خلونا بقى في الاثناء دي نرجع لبطلنا واللي بيوصل مع ليل عند حرف مرتفع شويه، ومن الحرف هو بيشوف سفينه الشبح في المستنقع. ففينج بيتاكد فعلا ان دي سفينه الشبح، وساعتها بيستخدم التلاشي على طول وبيطلب من ليل انها تاخد بالها من نفسها. هي بتكون عاوزه ترد عليه لكنها بتتفاجئ اساسا بان فينج اختفى فجاه من جنبها. وبالفعل فينج بيكون نزل عند المستنقع، وساعتها بتجيله رساله ان هو دلوقتي دخل منطقه السفينه، والرساله بتعرفه ان المنطقه دي تعتبر عنيفه جدا وفقدان العمر فيها يعتبر اسرع 100 مره من الطبيعي. بيبدا فينج يعمل حساباته وبيلاقي ان الربع ساعه هنا بتساوي تقريبا يوم كامل، وهو بيعرف ان السفينه بتكون من المستوى الخامس والزعيم بيبقى من الرتبه الذهبيه وفاضل له 45 دقيقه على ما يختفي. بيفرح فينج لان 45 دقيقه يعتبر وقت اكتر من كافي جدا لقتل الشبح ده، وفورا هو بيستخدم ضربه الظل بقى وبيتحول لشعاع وبيتحرك بسرعه الضوء حرفيا، وبيقدر ان هو يصيب الشبح بقوه وبيصيبه بضرر اكتر من 1500 حدا. بعد كده فينج
فينج بينط لورا وبيحدف سهم السم على الجرس اللي في السفينة، فبيخرج صوت صرخة عالية جدا ساعتها. والسبب اللي خلى فينج بقى يستهدف الجرس هو لانه بيكون عارف ان الجرس ده هو نقطة الضعف الحقيقية للشبح، مش زي ما الناس فاكرة ان هم يروحوا يقتلوا الشبح او حتى يضربوا السفينة نفسها. كمان فينج بيكون عارف ان بعد اصابة الجرس الشبح بيغضب جامد وبيبدأ ان هو يتحكم في المية، وبالفعل الشبح هنا بيحرك المياه بشدة وبيصنع دوامات ضخمة بتغطي مساحات مهولة، وفينج بقى بيبقى معتمد على رشاقته وسرعته فبيهرب من مجال الهجوم ده. بعد شوية بنلاقي ان الاجواء بتهدى خالص وبتبدأ بقى مرحلة جديدة واللي بيبقى اسمها مرحلة استدعاء الشبح لل 12 هيكل عظمي. الهياكل هنا بيخرجوا وبنعرف ان هم من الرتبة الفضية وكلهم بيبقوا في حالة الهياج. فينج بيبقى لسه واقف وبيكون عارف ان مع كل 3 دقايق فهيتم استدعاء هيكل جديد، فللسبب ده هو بيقرر انه لازم يتخلص من الهياكل باسرع وقت ممكن. وهنا بنلاقيه بيختار الزاوية المناسبة وبيقوم جاي مستخدم ضربة الظل، وفي خلال ثانية بيخترق الهياكل دي وبيصيبهم بضرر كبير جدا وبيقتلهم، وكمان برضه بيقدر يصيب الجرس. في الوقت ده ليه بتكون لسه بتتفرج وبتبقى منبهرة وبتقول انا مش مصدقة ان الشبح معرفش حرفيا يلمس فينج، بس بسبب الحسد بتاعها فينج ما بيلحقش يفرح وبيبعت لها رسالة وبيقول لها انا بموت. بتتفاجأ ليه وبتسأله عن اللي بيحصل، ففينج بيطلب منها انها تهدى بس وتستناه يرجع وهي ساكتة. بتقلق ليه برضه وبتقول لفينج بس انت مسيطر على القتال، ولكن فينج بيبقى متعصب وبيطلب منها تهدى وخلاص. في الوقت ده العصابة بيكونوا رجعوا مرة تانية لمنطقة الوحوش، والزعيم بيبقى متعصب جامد وبيقول انا لازم اعذب ليه لانه بيبقى فاكر ان هي اللي قتلتهم اصلا في الاول. وفجأة في واحد بيرجع للزعيم وبيعرفه ان هو شاف ليه وفينج دلوقتي، فالزعيم بيأمر الكل ان هم يتحركوا وبيبقى جمع كل معارفه عشان يقتلهم حرفيا. خلونا نرجع هنا بقى للشبح نفسه واللي بيبقى بيستعد، ولما فينج بيبص له بيقول ان ده هيكون اصعب هجوم للسفينة لان الهجوم ده بيحصل بعد وصول صحة السفينة للنص. بيبدأ الشبح فعلا يكون موجة روحية تأثيرها ضخم، وكمان حركة فينج بتتشل لمدة 5 ثواني ومستحيل ان هو يتفادى الهجوم ده ابدا. الموجة بتغطي المنطقة كلها وعشان كده ليه بتقلق جامد على فينج، وساعتها فينج بيتأثر بالهجوم وبيتصعق، وبعدها بيقع جوه المستنقع وبيموت، وبنلاقي ان هو بيخسر 300 سنة غير قابلة للتداول، وبرضه هو بيخسر حوالي 1000 يوم قابل للتداول، وروحه بتظهر وسط المستنقع وكأنه بينتهي. في الوقت ده زعيم العصابة بيقعد يضحك وهو بيتفرج وبيقول من الواضح ان فينج اتغر شوية وراح وتحدى زعيم ذهبي، وبيطلب من اللي معاه ان هم يستغلوا الفرصة ويروحوا يهاجموا الزعيم ده حالا لان صحته قلت جامد، وبالشكل ده فهم هيحصلوا على عمر الزعيم وكذلك على عمر حاكم الظل. الموجودين كلهم بينطلقوا وبيكونوا متحمسين، بس بعد لحظة هم بيتفاجئوا جامد بان سماء المدينة قدامهم لانهم اصلا بيكونوا ماتوا من غير ما يحسوا. الجميع هنا بيتعصب لما بيعرفوا ان هم ماتوا، وبيتساءلوا ازاي فينج كان بيواجه شبح بالقوة دي لانهم ماتوا بشكل فوري. بيفكر الزعيم وبيقول انا متأكد ان في حاجة غلط، وبيقرر ان هو يرجع تاني لعند الشبح. بعد كده فينج بيرجع مرة تانية للمستنقع وبيتفاجأ بعدد كبير من ارواح اللاعبين موجودة، فبيرحب بليه وبيسألها على الارواح دي، بترد ليه وبتعرفه ان في فريق حاولوا ان هم يواجهوا الزعيم لكنهم ماتوا في خلال ثواني. بيرد فينج وبيقول لها العيال دول كانوا فاكرين نفسهم اقوياء، وبيفتكر ان في حياته السابقة فهو كان بيعاني كتير جدا مع السفينة دي دايما. فينج هنا بيكون عارف كويس ان باقي هجوم واحد قوي بس للشبح وممكن ان هو يخلص عليه، وبعدها كل ما الشبح يتصاب فهو هيختفي وهيبعد، وفي اللحظة دي بيحدف فينج سهم السم بتاعه وبيقدر ان هو يصيب الجرس. ساعتها الشبح بيخرج طاقة مظلمة مخيفة جدا، ففينج بيتحرك وهو مستخدم مهارة التلاشي، وبيقول لنفسه كويس ان انا عارف كل تحركات الشبح، وبسرعة بيستخدم ضربة الظل عشان يقدر يصيبه. بس في اللحظة دي العصابة بتكون وصلت للمكان، وواحد منهم بيقول من الواضح ان فينج رجع برضه، فالزعيم بيعرفهم ان هم هيستنوا الفرصة الكويسة عشان يقتلوا فينج والشبح. ساعتها ليه بتتضايق لما بتشوف العصابة وبتقول انا لازم اخليهم ما يعطلوش فينج ابدا، وهنا ليه بتستخدم تعويذة كهربائية والعصاية بتاعتها بيتم احاطتها بصاعقة، وبعدها بترفع العصاية دي في السماء وبتأمر البرق ان هو ينزل، وبالحركة دي بتقدر ان هي تصيب فردين من العصابة بصاعقة وبتقضي عليهم. الاتنين دول بيصرخوا وشعرهم بيقف وبيتحرق، واللي معاهم بيتفاجئوا وبيقولوا ان ليه هي اللي هاجمتهم، فالزعيم بيتعصب جامد وبيقول كده ليه حكمت على نفسها بالموت. بتقلق ليه جدا وبتخاف وبتجري بسرعة وبتبدأ انها تطلب النجدة من اي حد، وفي نفس الوقت اعضاء العصابة بيجروا وراها وبيقولوا احنا مش هنسيبك وهنقتلك. في الوقت ده بيكون في واحد مستخبي ورا شجرة وبيكون بيراقب ليه من بعيد، وكذلك بيبقى كمان معاه الفريق بتاعه،
وعلى الجهة التانية ففينج بيبقى لسه مستخدم التلاشي وبيقول ان اخيرا الشبح دلوقتي يعتبر مات خلاص، وبيقول لنفسه انا عارف من الاول ان انا لو هواجه السفينة لوحده يعتبر مش حل كويس ابدا، لان انا كده ممكن اجذب فرق تانية للمكان بحيث ان هم يستغلوا الفرصة ويفوزوا. بس عموما فينج بيبقى منتبه من كل حاجة واخد باله ان العصابة اللي ورا ليه دلوقتي هم اللي كان قتلهم قبل كده، وبرضه بيبقى منتبه للفريق التاني اللي مستخبي ومستنيه بس يقتل الزعيم عشان يغدروا بيه ويقتلوه وياخدوا كل حاجة بدون مجهود. في اللحظة دي بقى الشبح بيموت معانا اخيرا، ففينج بيحصل على 4800 نقطة خبرة وبيوصل فجأة لحد المستوى الثامن. وهنا فينج مش بيستنى وبيستخدم مهارة التلاشي وبيقول ان الفريق اللي عاوزين يقتلوني غلطوا في حساباتهم لما فكروا يعملوا كده. بنلاقي هنا ان بيتم الاعلان ان حاكم الظل هو اول لاعب يقدر يهزم زعيم ذهبي. الخبر ده حرفيا بينتشر في كل مدن اللاعبين، وعشان كده الجميع بيتفاجأ وبيقولوا على حاكم الظل ان هو قوي جدا. وانج بيبقى متعجب وبيسأل ليه الفرق في القوة ما بينه وما بين فينج كبير جدا كده وعمال بيكبر اكتر، والشياو على الجهة التانية بتتمنى بس انها تنضم لفينج عشان يساعدها في التطور. خلونا بقى نرجع مرة تانية للمستنقع، والغنائم بتبدأ ان هي تنزل على الارض، فالفريق اللي كان مستخبي بيقولوا من الواضح ان فينج لاحظ وجودنا وعشان كده هو ما اخدش الغنائم واختفى. وبسرعة في واحد بيأمر صاحبه ان هو يهجم دلوقتي، بيسمع صاحبه الكلام وبيمسك القوس وبيبدأ يسحب السهم، وبنلاقي ان هو بيتحوط بقوة اللاعب وبعدها بيطلق هجوم النسر الشبح. السهم ساعتها بيتحول لنسر حرفيا، واللي بنلاقيه بيطير في السماء وريشه بينزل على المستنقع. بيتفاجأ فينج بالمهارة اللي شايفها دي لانها تعتبر مهارة من المهارات النادرة، وبيفهم بقى ليه الفريق ده كانوا واثقين من نفسهم في الاول. بس عموما كده الموضوع ده مش بيفرق مع فينج لانه مهارته متطورة جدا والنسر مش هيقدر يكتشفه. بيتكلم الرامي وقتها مع اصحابه وبيقول لهم من الواضح ان فينج هرب لان ملوش اي وجود في المكان، فالقائد ده بيقعد يضحك وبيقول ان فينج طلع ذكي لانه هرب بدل ما يموت. وبعدها كلهم بيروحوا عند الغنائم، والقائد بيعرف اصحابه ان بعد 5 دقايق حقوق ملكية الغنائم هتسقط وهياخدوها ليهم. الكل بقى بيفضلوا واقفين مستنيين بس ال5 دقايق يعدوا، بس فجأة فينج مش بيسمح لهم وبيستخدم ضربة الظل وبيتحرك بسرعة الضوء كالعادة، وفي لمح البصر بيقدر ان هو يقطع اللاعبين دول لاشلاء، وبعدها بيقف بكل ثقة وبيقول دلوقتي الجو بقى هادي جدا. بيفتكر فينج ليه ساعتها وبيتساءل عن مكانها دلوقتي، بس ما بيهتمش كتير وبيطنش وبيقرر ان هو يخلص هنا الاول، وعلى طول بيطور اليد الجشعة. ولما بيعمل كده الغنائم الاضافية بتاعته بتوصل لحد 300%، وترقية العنصر بتوصل لحد 100%. بيفرح فينج جامد وبيقول ان اليد الجشعة دلوقتي وصلت لمرحلة مدهشة، وبسرعة بيجمع كل الغنائم الموجودة والارواح مرة واحدة وبيحطهم في اليد الجشعة وقتها وبيبدأ يمتص، وبسبب كده فبيحصل على 7 نقط تطور واللي بيتضاعفوا 3 مرات، وكذلك بيحصل على 216 يوم واللي بيتضاعفوا برضه 3 مرات. وغير كده فهو بيحصل على جرسين نار شبحي. الجرس ده يعتبر عنصر خاص واللي بيمنع تقليل العمر لما صاحبه بيموت، والتهدئة بتاعته بتكون 1800 ثانية، وكمان بيقدر يزود العمر الافتراضي بعد قتل الوحوش بنسبة 20%. ولو فينج هز الجرس بس فهو بيشل الحركة من حواليه في مساحة دائرة نص قطرها 100 متر. في اللحظة دي بقى ليه بتكلم فينج وبتبعت له رسالة وبتقول له انت بتعمل ايه دلوقتي، وبتطلب منه النجدة لانها بتعاني. ففينج بيفتكر وبيقلق وبيروح سائلها عن مكانها عشان يروح لها. اللي بتكون خايفة ومرعوبة ومش بترد على فينج، وبتطلب من العصابة دول ان هم يبعدوا عنها، لكن افراد العصابة بيقولوا لها ما تقاوميش لان مفيش اي مكان تهربي ليه، ما بيكونش قدام ليه هنا غير قمة المرتفع بس. فبتبص وهي قلقانة وبعدها بتنط وبترمي نفسها وخلاص. افراد العصابة بيتفاجئوا جامد من الحركة دي وبيبصوا عليها وهي بتقع، وبيلاقوها وهي بتقع جامد على الارض وراسها بتتفتح لحد ما بتنزف وبتموت. بيستغرب افراد العصابة وبيقولوا على عزيمة لي ان هي قوية جدا. لما بتصحى لي بقى بتبعت لفينج انها ماتت خلاص ورجعت مرة تانية للمدينة ومش لازم ينتقم لها على اللي حصل. ففينج بيقول لها تمام وبيطلب منها تستنى بس يرجع عشان يديلها العناصر بتاعتها. بيفكر فينج مع نفسه وبيقول انا كسبت كتير المرة دي وبقى معايا 21 نقطة تطور، فبيحاول ان هو يطور اليد الجشعة، ولكن النظام بيعرف فينج ان التطور الجاي هيكون ب 210 نقطة. فعشان كده فينج بيقرر يسيب المهارة دي دلوقتي ويطور المهارات الهجومية بحيث بعدين يقدر يواجه خصوم اقوى من اللي بيواجههم. وبالفعل هو بيطور هنا ضربة الظل 3 مرات لحد المستوى الماسي، وبسبب التطور ده فكل تأثيرات الهجوم بتتطور برضه، وبعدها بيروح مطور الطعنة الخفية 4 مرات واللي بتوصل كذلك لحد المستوى الذهبي، والضرر بتاعها بيزيد 30%. بيفرح فينج لان دلوقتي
بيخلي هجومه بقى قوي جدا ويقدر يسبب بيه 3000 ضرر، ولو استخدم مهارة التخفي فهيوصل الضرر ل 6000. بعد كده بيبص فينج على الغنائم بقى وبيلاقي ان هو معاه 11 عنصر ذهبي و2 بلاتيني وكتاب مهارات بلاتينية، فبيفرح فينج اكتر لان بيكون في 3 عناصر لتخصص فئة القتلة واللي هو منهم، ومن العناصر دي فبنلاقي شفرات سفينة الشبح وبيكونوا عبارة عن خنجرين بيزودوا الضرر والرشاقة والسرعة وفرصة لاختراق الدفاع، وكمان تأثيره بيبقى مضاعفة الضرر. ما بيركزش فينج على تضاعف الضرر وبيكون معجب باختراق الدفاع وبضرر السلاح العادي هو والرشاقة الإضافية. وبعدها هو بيستخدم درع جلد الشبح وده فبيزود الصحة 400 نقطة وبيزود الدفاع وكمان مقاومة النار. بيعجب فينج جدا بالدرع وبيقول اتوقع ان دفاعي دلوقتي بقى خارق وصحتي ما عادتش قليلة حتى. وهنا هو بيخفي مظهر الدرع وبيحتفظ بشكله الابتدائي عشان محدش يعرف معداته بعينهم المجردة لما يشوفوه. بيكمل فينج وبيستخدم كتاب مهارة طيف الظل ودي فبتزود التفادي بنسبة 15%. بيتذكر فينج ان المهارة دي قبل كده ما كانش ليها لازمة بسبب المعدل القليل بتاعها، لكن بيقول لنفسه انا مختلف عن الكل واقدر اطورها بلا اي حدود، وفي الاخر بيحتفظ بالمهارة. وهنا فينج بيقرر يرجع بقى ويبيع الباقي لفريق وانج شبه ما كان قايل بخصم 10%، ولو السعر غالي هيقول لوانج ان هو يدفع بعدين، وبيقرر يشكر ليه برضه على المساعدة. بس بالصدفة افراد العصابة اللي كانوا موجودين دول بيقابلوا فينج، ففينج بيتفاجأ بيهم وافراد العصابة برضه بيتفاجئوا، لكنهم اساسا بيكونوا خايفين وبيطلبوا من بعض ان هم يهربوا احسن. وبالفعل الكل بيجروا وهم مرعوبين وبيزعقوا لبعض، بس فينج بيستخدم التلاشي وبعد كده بينفخ وبينفذ ضربة الظل بتاعته وبيقدر عن طريقها يقتل كل افراد العصابة في خلال ثواني. والزعيم هنا بيسمع صرخات اصحابه وبعدها بيتفاجأ بان فينج قدامه اصلا. بيعتذر الزعيم لفينج اول ما بيشوفه وبيوعده ان هو هيبعد خالص عنه لان ما عادش في عمره اساسا غير بس سنة مش اكتر. بس فينج بيرد عليه وبيقول له انت قبل كده كنت بتهاجم ناس غيري من غير ما تقلق عليهم ابدا ولا حتى كنت بتقلق على نفسك. وهنا هو بيضربه بسهم سام في راسه، فالزعيم بيقع وبيصرخ جامد جدا من كتر الالم. في اللحظه دي وبسبب اللي حصل بقى فينج بيحصل على الطبقه الاولى من لقب القاتل بسبب قتله لعدد كبير من اللاعبين. اللقب ده المفروض هيقلل عمر فينج الافتراضي اساسا 75% لما يموت، بس فينج مش بيكون فارق معاه لان دلوقتي هو عنده جرازين شبح وعمره اصلا مش هيتاثر. بعد كده بيرجع فينج للمدينه، فالجميع بيبصوا له وهم منبهرين جامد وبيقولوا انه قدر يهزم زعيم ذهبي وبيقعدوا يتكلموا كتير جدا عليه، وفي حتى شويه منهم بيبداوا يتهموه بالغش لانهم مش بيشوفوا اي معدات قويه موجوده معاه. في الاثناء دي زعيم الفريق اللي فينج قتلهم بقى بنلاقيه بينده على فينج وبيعتذر له على كل حاجه وبيروح مقدم له كتاب لتخصص القتله كهديه. بياخد فينج الكتاب وبيلاقي ان هو عباره عن مهاره بتزود الضرر 20 نقطه وبتحط الهدف في صدمه لمده ثانيتين بس، فبيفهم فينج ان دي عباره عن مهاره تحكم وبياخدها وبيمشي من قدامهم. ساعتها اعضاء الفريق بيتعصبوا جامد وبيقولوا للزعيم انت ازاي تقدم كتاب للشخص اللي قتلنا، فالزعيم بيرد عليهم وبيقول لهم الولد ده بيتطور بسرعه كبيره واكيد وراه سر مخفي، فالاحسن ان احنا نعرف السر منه او نخليه في المستقبل يبقى عباره عن عبد عندنا. بيندهش الاعضاء هنا جدا بالذكاء اللي عند الزعيم شيان. بيكمل الزعيم كلامه وبيقول لهم انا عندي خطه وناوي ان انا ابعت سيده للولد ده عشان تضحك عليه وتجيب لنا منه شويه معلومات كويسه.